السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي قناة توتة وبناتها. النهاردة إن شاء الله هنعمل الكشري المصري بكل سهولة في البيت، وما تستصعبوش يا جماعة، أنا كنت مستصعباه وطلع سهل جدا. معانا المكرونة طبعا سلقتها أول حاجة، مكرونة سباكيتي ومكرونة صغيرة، ومعانا البصل قطعناه جوانح، وعشان البصل يبقى مخرفش معاكي فتحطي معلقة دقيق ومعلقة نشا وتقلبي كل الكلام ده في بعضه، وبعد كده تحطيه على النار وتقلبيه كده على طول باستمرار لغاية ما ياخد اللون الذهبي، وتكوني مجهزة صينية كبيرة جدا وعليها مناديل علشان الزيت ينزل منه ويبقى مخرفش وحلو زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله لونه ذهبي وجميل جدا. وفي حلة كده هتحطي العدس وعليه مية وتسيبيه على النار لغاية ما يستوي. ومعانا في نفس الوقت بعمل شعرية، وحطيت عليها الرز عادي جدا زي ما بنعمله، وحطيت ملح. وفي تركاية كده عايزة اقولك عليها بتودي الرز في حتة تانية خالص. طبعا بتحطي مية سخنة من الكتل. تمام. المرحلة دي برضو مهمة جدا عشان الرز يطلع معاكي مفلفل. بتحطي شوية كمون وشوية فلفل أسمر بيخلوا طعمه تحفة. وطبعا الحمد لله العدس استوى. ومعانا هنا بقى نبدأ نعمل صلصة الكشري، الصلصة بتاعة المحلات. المراحل اللي جاية دي مهمة جدا جدا في عمايل الكشري عشان هي اللي بتودي الطعم في حتة تانية خالص. ده كده الزيت اللي كنت قالية فيه البصل صفيته وهستخدمه دلوقتي في المراحل اللي جاية. حطيت كده شوية. تمام. وحطيت معلقة توم كبيرة وتقلبي كويس جدا لغاية ما يبقى لونها ذهبي. بعد كده زي ما انتم شايفين لونها بقى ذهبي وجميل جدا، هتنزلي معلقة كزبرة كبيرة وتقلبي. بعد كده تنزلي بمعلقة من معجون الطماطم، الصلصة يعني، وتقلبي برضو كويس جدا وتسيبيهم كده مع بعض شوية حوالي دقيقتين كده مع بعض على النار. ونزلنا كده بعصير الطماطم، انا مكتره عشان انا عامله كميه، فانتي شوفي لو حابه تكتري يعني حسب الكميه اللي انتي بتعمليها. تمام. حطيت كده شطه، لو انتي عندك اولادك ما بيحبوش الحامي فما تحطيش على الصلصه شطه، لان كده كده هنعمل الشطه بتاعته. فحطيت شويه سكر وحطيت شويه ملح وبس، على كده سبتها على نار هاديه. دلوقتي كده هنعمل الدقه. غليت كده ميه في الكاتل وبدات نزلت في الكوبايه دي، وحطيت الميه، وبعد كده هنزل بمعلقه توم كبيره، هي دي الدقة بتاعة المحلات، ومعلقة كزبرة كبيرة. وما كفتش فحطيتها في حاجة تانية. هتحطي برضو ليمون، ده على فكرة ليمون برضو حلو قوي جاهز، بجيبه من فتح الله، حلو قوي قوي بيسهل عليا. حطيت ملح وبس كده وتقلبي كويس جدا وهتبقى معاكي دقة خطيرة. دي بقى مرحلة الشطة السبايسي اللي بتخلي الكشري في حتة تانية خالص، اللي احنا بنعشقها ومناكلهوش الا طبعا حامي. فنزلت كده بكوباية زيت وحطيت شطة على قد ما تقدري، ونزلت كده بتلت كوباية من الدقة اللي كنت عاملاها، وكوباية اللي هو مج صلصة من برضو اللي انا كنت عاملاها. وتسيبيها بقى كده على النار شوية حلوين كده، وبعد كده طفي عليها، بتبقى سبايسي وحامية جدا وهتشوفي شكلها عامل ازاي. تمام. ودي كده بقت معانا شطة الكشري التحفة جدا ما شاء الله زي بتاعة المحلات بالظبط والله. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ودي كشري معايا، كنت كده ساعة اذان المغرب بالظبط الحمد لله خلصت، فغرفت بسرعة 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 وصورت لكم الطبلية. ما شاء الله والله العظيم تحفة. جربيه بنفس الطريقة دي، ولو انتي محتارة بقى تعملي فطار ايه واكل ايه فاعملي كده في يوم الكشري مش هتندمي والله، بالطريقة دي سهل جدا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش في اللايك والاشتراك. باي باي.